ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بما ان خلاص رمضان على الابواب، تعالوا النهارده نعمل ألذ واحلى تمرية ممكن تجربوها. دي التمرية المفضلة بالنسبة لي واللي الكل بيطلبها مني في كل رمضان، لان بجد طعمها رهيب. حلو قوي كمان لما تهادوا بيها عيلتكم واصحابكم، بتطلع كده مختلفة وطعمها بجد خطير. كمان الحشوات فيها تقدروا بقى تختلفوا او يعني تغيروا في الحشوات زي ما انتوا عايزين، الحشوات اللي بتحبوها والحشوات اللي بتفضلوها. طبعا كمان طريقة التزيين من على الوش بقى تطلقوا العنان لروحكم، اكيد انتوا هتفننوا اكتر من كده بكتير. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك للوصفة. ويلا بينا نشوف بقى عملنا ألذ تمرية ممكن تجربوها في رمضان مع فنجان قهوة. يا جماعة بجد خطيرة. تعالوا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة انا هستخدم نوع يعني اي نوع تمر انتوا بتفضلوه، وهفتحه كده من النص زي ما انتوا شايفين، وافرغ منه النوى تماما. انا هحشي حشوتين، حشيت زبدة فول سوداني وشوكليت سبريد. انتوا ممكن تغيروا طبعا الحشوات، زبدة فستق او زبدة اللوتس زي ما انتوا عايزين. الحشوة اللي انتوا بتحبوها تقدروا تحشوها. اللي كمان محشية بقى فول سوداني، هنحط كده في النص مكسرات عين جمل او اي نوع مكسرات برضو متوفر في البيت. ممكن كمان تحطوا فول سوداني زي ما انتوا عايزين. واللي محشيه شوكليت سبريت حطيت فيها لوز، او ممكن تحطوا برضو اي نوع مكسرات. بعد كده خلصت الكميه بتاعتي. عندي بقى شوكليت بيضه وشوكليت سمرة، يكون السكر بتاعهم مش عالي قوي، علشان خاطر طبعا التمر عندنا مسكر جدا والحشوه برضو بتاعتنا مسكره، فعشان تبقى كده في معادله في الطعم. دوبت الشوكولاتات مع معلقتين كبار من الزيت، وهبدأ بقى اغرق التمر بتاعي في الشوكولاتة البيضة، واعمل بيه اشكال بالشوكولاتة السمراء، ونغرق بقية التمر في الشوكولاتة السمراء، ونعمل اشكال من فوق بالشوكولاتة البيضة. نحط مكسرات، جوز هند زي ما انتوا عايزين. انا اللي هي عين جمل غرقتها في الشوكولاتة البيضة وعملت اشكال بالشوكولاتة السمراء، واللي هي بالشوكولاتة السبريد غرقتها في الشوكولاتة السمراء وعملت اشكال كده بالشوكولاتة البيضة. وحطيت بقى مكسرات، جوز هند، عملت اشكال كده رسومات بالشوكولاته زي ما انتوا شايفين. يعني انتوا هتفننوا اكتر بكتير. المهم بعد كده بعد ما بنخلص بنحط على ورق زبده، ممكن نرفعه في التلاجة بس 10 دقايق، وبعد كده يبقى جاهز للتقديم. طبعا تمر، شوكولاته، لازم فنجان قهوه. نحضر بقى ألذ فنجان قهوه ونستمتع بقى بالتمرية الخطيرة يا جماعة، اللي بجد هتبقى ادمان عندكم في رمضان. ولو جربتوها للناس اللي بتحبوها هيبقوا مدمنينها ودايما بيطلبوها منكم، لان هي بجد من ساعة ما انا بعملها والكل بيطلبها مني، لان طعمها بجد خطير. كمان لما نستخدم حشوات حلوة، نوع شوكليت بيبقى طعمه حلو مع نوع تمر كويس، بتطلع نتيجتها خطيرة. بصوا بقى، عايزة اوريكم بقى الحشو بتاعها وقلبها عامل ازاي. دي اللي هي محشية شوكليت سبريد ولوز، خطيرة يا جماعة بجد. بتحطوها كده في بقكم بتبقى وهم. ورشيت من على الوش كده جوز هند. كمان اللي هي الشوكليت السمراء اللي هي محشية اللي هو التمر المحشي زبدة فول سوداني، خطيرة برضو مع العين الجمل. الشوكولاتة مكسرات من على الوش كده، او جوز هند، او فستق حلبي. بصوا يعني بتطلع خطيرة. فننوا بقى في الاشكال زي ما انتوا عايزين. شكلها رهيب وطعمها خطير. تقدروا تحطوها في بوكس وتهدوا بيها اصحابكم وحبايبكم في رمضان. يعني نوع جديد بدل الكنافة والبسبوسة، بتطلع خطيرة. لازم تجربوها. اشوفكم